مرحبا. أهلا وسهلا. معنا في جناح آخر من معرض المجوهرات الديزاينر زينب والمصنعة زينب العنبكي. زينب العنبكي. أسألك عن المجوهرات ومجال المجوهرات اللي هو مجال راقي. نعم. رأيك في صناعة المجوهرات، هل هي سهلة؟ أكيد لا، هي البروسيس ياخذ وقت، من التصميم خاصة كمصممة وحتى الإنتاج ممكن مرات ياخذ وقت، لأنه إحنا مو بس نصمم، إحنا نحاول إنه نسوي شيء مختلف. تصاميمنا جاية من نحاول ننقل بها تراثنا وثقافتنا بطريقة مودرن وبطريقة نفتخر بها قدام العالم. نعم، ومتفردين بها. نعم. احنا بنصمم قطعة يعني قطعة بقطعة حسب الطلب. من كل تصميم قطعة واحدة نسوي، مو بس من تصميم كل قطعة واحدة بس من يجينا طلب يعني هاي القطعة يقعد عليها شخص. احنا ما نستعمل مكاين مثل، يعني ما نسوي ماس برودكشن، يدوي. احنا يشتغل عليها نعم حرفي، من عنده خبرة بصناعة المجوهرات. نحاول انه نطلع كواليتي عالمية بديزاينات عربية ومستوحاة من ثقافتنا. هذا أول معرض لك في بغداد؟ هذا أول معرض. مشاركة. هو هذا أول معرض في بغداد. صحيح. للمجوهرات، لكن حضرتك أول مرة في بغداد تكوني؟ أي نعم. أني قبل سنة يمكن بلشنا we launched the business، بس هاي السنة أول مرة نجي إحنا للعراق، والحمد لله شفنا إنه الناس يعني حابين إنه يعني يشوفون شغلات مختلفة ويشجعونا إنه نستمر ونفتح شيء بالعراق. فإن شاء الله تكون هاي بس بداية، وبداية خير علينا وعلى حتى للمعرض اللي هم. ايش تتوقعين لمعرض المجوهرات اللي بدأت يعني توا ولد في بغداد؟ أنا متأكدة حيكون ناجح وحينافس الدول المشهورة عادة بأنه تكون لها معارض مجوهرات، لأنه بدايتنا قوية. واحنا نقدر، يعني احنا اهل الجمال. احنا اول بلد بالعالم لبس المجوهرات. ملكاتنا السومرية اللي كانت مليانة بالمجوهرات الجميلة المصنعة بدقة ورقي وحرفنة وفن عالي. نعم. يعني لا يضاهى الحضارة السومرية والحضارة العربية. هذه كانت يعني الغرب ما كان موجود بيها، ما كان إلا بالمجوهرات هذه وصناعتها. صحيح. فإحنا نستلهم دائما من تراثنا 100%. إحنا هذا اللي نريد نوصله، إنه إحنا إلنا ماضي وإلنا مستقبل ديفينتلي، لأنه إحنا جايين من جذور عميقة، ما جايين من شيء جديد يعني. طالما هناك ماضي أكيد أكو حاضر، فالحاضر يكون مع التحديث أروع. بالضبط. وهذا اللي صار ببغداد. أنا صراحة أنا كنت يعني صار لي مدة مو جاية زيارة للعراق، وهسه اجيت انبهرت، لأنه دا أقول لهم إنه بغداد كان بس يحتاج لها شوية تنظيم، شوية ترتيب. الخراب اللي صار بعد الحرب بس تترتب وتبدي تنحط بيها جهود شوية رأسا تبين، لأنه أكو أساس. إحنا ما جايين من الهواء، إحنا جايين من كل شيء كان مسوى ومرتب بقوانين عالمية يعني بتصاميم وسيتي بلانينج، كل شيء يعني. كل الكبوات تعالج ويعاد الترميم والمداواة للجروح وينهض من جديد أقوى إن شاء الله. وهاي أكيد هاي بداية للمعرض، وأني إن شاء الله بعد كم سنة حنتذكر ونقول إحنا صح كان يمكن بعد، بس لازم كل شيء لازم أكو إلى بداية. نعم. بس بعدين من واحد يباوع عليه للماضي يقول أوكي إحنا كل سنة نحاول يطور لحد ما نوصل للشيء مستوى اللي إحنا نكون راضين عنه. بالتوفيق أجمعين. نشوفكم إن شاء الله مرة ثانية بمعرض قادم سنة 27 أكيد. وإحنا عرفنا إنه أكو تنظيم وأكو فكرة لمعرض آخر. صحيح. إن شاء الله نلتقيكم دائما. إن شاء الله. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبي.